رومان أركاديفيتش إبراموفيتش الملياردير الروسي مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، ولد عام 1966 وهو أحد أباطرة النفط والألمنيوم والصلب في روسيا. في عام 2006 قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 18.2 مليار دولار، في حين قدرتها مصادر أخرى عام 2007 بنحو 21 مليار دولار. يعتبر أغنى رجل في روسيا وثاني أغنى رجل في بريطانيا، كما أنه أحد أصغر مليارديرات العالم عمراً. كيف استطاع هذا الرجل وهو ابن العائلة الفقيرة أن يصبح في أقل من 10 سنوات من أغنى أباطرة العالم؟ الاتهامات كثيرة، وفي طليعتها احتمال مشاركته مع المافيا الروسية في الاستيلاء على مخلفات الدولة السوفيتية، خصوصاً في عملية الاستيلاء على كميات ضخمة من النفط، مما جعله يتحول من يتيم فقير إلى أغنى ملياردير روسي. في الستينات كان أهل إبراموفيتش يعيشون في منزل متواضع ويتقاسمون المطبخ والحمام مع عشرات الجيران. ماتت أمه وهو في سن الرابعة، ثم تلاها أبوه بعد 3 سنوات. قام برعايته عمه ليب الذي كان مديراً لإحدى شركات الخشب الحكومية في موسكو. عمل إبراموفيتش الفتى كخادم في فندق متواضع في بداية حياته، لكنه بعد ذلك وبشكل سريع دخل إلى عالم التجارة من خلال شركة مختصة بصناعة الدمى البلاستيكية. وفي بداية التسعينيات امتلك عدة شركات تتنوع أنشطتها من إطارات السيارات إلى قطاعات الحرس الشخصي وغيرها، ثم تفرغ لقطاع النفط. تعرف على الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسين وساعدت قرارات الخصخصة في مضاعفة ثروته، ثم كان له دور في تعيين الرئيس الحالي فلاديمير بوتين رئيساً للوزراء، وتربط الرجلين صداقة متينة منذ ذلك الوقت. تعزز نفوذه في عالم السياسة والأعمال، وانتخب حاكماً لمقاطعة تشوكوتا في سيبيريا عام 2000، مما زاد في قوته ونفوذه. وفي عام 2003 اشترى إبراموفيتش نادي تشيلسي بصفقة قيمتها 800 مليون دولار، وأعلن أنه سيجعل من تشيلسي فريق كرة القدم الأول في بريطانيا وكل أوروبا، وهو ما حدث بفوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا. من صفاته الشخصية أنه يكره المقابلات الصحفية ويكره إلقاء الخطب على الجماهير، كما أنه لا يحمل أي مؤهل علمي. يتنقل بسرية تامة عبر مروحيته أو طائرته الخاصة، ومعظم العاملين في قصوره لا يرونه ولا يشعرون حتى بوجوده. وهو رجل لا يدخن ولا يشرب الكحول ولا يسهر في الحانات، بل يقضي معظم وقته في المنزل بين أفراد عائلته المكونة من زوجة و5 أولاد.